ازيك يا علي؟ ازيك يا شريكي؟ ازيك منور ومنور الدنيا كلها. ازيك وازاي الناس في بورسعيد؟ الكل مستنيكوا يا باشا. يا معلم والله الناس دي فكرتها عن بورسعيد الافلام العربي بس، انما ما يعني ما يفهموش ان بورسعيد دي حاجه ثانيه يعني. اشكر روتانا قطيع على الاستضافه الجميله جدا لفنان رائع وصديق واخ زي علي الالفي. طبعا مش هقدر اتكلم عليه، انتوا سمعتوا والجمهور سمع الصوت وعارف وحاسس يعني مين اللي قدامه دلوقتي. انا بس هتكلم عن علي صديقي وشريك تجربه جميله جدا بدأناها مع بعض. اديني حاجات حساسه، اديني حاجات حساسه. علي المفروض تعرف لنا مين احمد اللي هو شريك. انا بس بقى يا معلم عشان اتكلم يعني قبل ما تتكلم انت شويه. استنى يا ابو حميد، يا احمد اللي كانت فتحه خير عليا وعلى علي. ابو حميد استنى عشان علي لازم عايز اقول لكم بقى اللي بيكلمنا ده الاستاذ احمد شلبي، صديقي وانتيمي وشاعر يا جماعه، راجل نقي جدا، راجل يعني خلاصه الشعر كده بجد. الراجل ده ما بيكتبش يعني بغرض ان اللي هو بيكتبه ده يتغنى، لا هو بيكتب عشان هو حاسس بحاجه حلوه. مش عاوز اطول عشان والله بجد هو بيكتب عشان حاسس بحاجه حلوه فقرر يكتبها. فسبحان الله احنا بقى حظنا حلو كده انا وكذا حد ان احنا اصحابه، فاحنا يعني ربنا بيبعت لنا كده حاجات حلوه كده. واحمد انت عايز تقول ايه يا عم؟ بس بقى مش عاوز اطول عشان الحلقه الجميله دي انا عاوز اسمعك تاني وتالت النهارده عشان انت وحشني جدا. طبعا انا قاعد في بورسعيد وانت في القاهره دلوقتي، نتقابل على خير وبجد الف شكر للبرنامج على الاستضافه الجميله ديت. ميرسي يا حبيبي ومبروك يا علي على الحفله بتاعتك. انت عارف انا كان نفسي اكون موجود قد ايه. ربنا يخليك يا حبيبي. انت اكتر حد عارف الظروف والله وشفت بنفسك. بس انا عارف ان الحفله كسرت الدنيا والريبورت ما شاء الله يعني. انا فرحان لسه شايفه دلوقتي، ف يعني عقبال الحفله الجايه بدنا نعدلها مع بعض ان شاء الله. حبيبي بتشكرك يا احمد على اتصالك وعلى هذه المفاجاه، وسلمني على كل الناس في بورسعيد. بورسعيد هو احمد هو اللي مالف لك الاغنيه السنجل بتاعتك مش كده؟ لا الاغنيه السنجل بتاعتي اسمها مش لازم، هي كلماتي انا والحاني. انما احمد انا عملت معاه بقى يعني حاجات انا شخصيا فخور ان انا لحنت يعني كلام، لانه بشهاده ناس متخصصين قوي عملنا اغاني صعب قوي انها تتلحن. في غنوه اسمها عم سليم انا نفسي اسمعها لكم على فكره. بس بالنسبه بقى احنا كنا بنتكلم عن السينجل. نسمع بقى جزء من الاغنيه بتاعتك، الوقت بيجري فلازم نسمعها. اوكي. الغنوه بتاعتي اسمها مش لازم. يعني كلنا كده حبينا ناس من طرف واحد وهما ما حسوش بينا، بس مش لازم عشان حد ما حبكش انك تكرهه او تقول عليه كان وحش، لان انت كنت بتحبه ولان انت معرض ان حد يحبك وانت ما تقدرش تحس بيه. فهو مش لازم كل قلب نحبه يحبنا. سمعني. قلبي حبك وانت ما حبتش تكمل معايا، عادي مش هموت علشان ما قدرتش تحبني، ومش هجرحك مع انك ما قدرتش هوايا. مش لازم تضغط على روحك وتحبني، قلبي حبك وانت ما حبتش تكمل معايا، عادي مش هموت علشان ما قدرتش تحبني، ومش هجرحك مع انك ما قدرتش هوايا. مش لازم تضغط على روحك وتحبني، مش لازم كل قلب نحبه يحبنا، ولا لازم يبقى في عينينا قلب غدار أناني. مش هقبل تكون في حضني وقلبي واديتك حبي وأمنتك على راحة بالي، راحة بالي وعلى فرحة قلبي، وفي حضن الشوق والحنية غمضت عينيا شوية، وفي ظل أمالي الحلوة والدنيا ملك ايديا، وفي حضن الشوق
الحنية غمضت عينيا شوية وفي ظل امالي الحلوة والدنيا ملك ايديا بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي انا لوحدي انا وقلبي. الله الله يعني كويس. سمعتني جديد لانغام الالبوم الجديد، انا ممكن ما سمعته بس انت خليتني يعني اول ما اطلع من هنا اروح اشتري الالبوم فورا اكيد طبعا. وسمعتني القديم وسمعتني الاغنيه اللي انت كتبتها. انت فنان الى الامام وان شاء الله يكون لك مستقبل باهر في عالم الفن ان شاء الله. ربنا يا نورتنا النهارده يا علي. انا شرف ليا جدا يعني بقى مع بدايه اول البوم ليك، احنا استضفناك مع اول سنجل، ان شاء الله في اول البوم ليك نستضيفك معانا. ومشاهدينا هنروح دلوقتي لفقره الاجنده ونرجع تاني نكمل روتانا كافيه.